أنا كتير خايفة ومرعوبة، كتير 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 خايفة، حاسة حالي كأني رايحة أقدم امتحان أصعب كمان من الامتحان. قلبي كتير عم يدق بسرعة. اليوم غير، كل شي غير، يعني أنا غير، يزن رح يكون غير. طبعا يزن نايم وأنا ما بدي إياه يحس أبدا. صار لي فترة حاسة بعوارض الحمل، يعني اللي هو لعية النفس، ضيقة، يعني ضيقة النفس. أنا بعرف حالي يعني من أول مرة حبلت فيها كيف إجتني العوارض، رجعت حسيت فيها هاي نفس الشي، كيف ما عاد قدرت أتنفس، جسمي صار يرجف. لما عرفت أول مرة أني أنا حامل اجتني نفس العوارض هالمرة، بس قدرت نفس منيح، عرفت حالي انه انا ممكن انه اكون حامل. قررت اليوم، تقريبا صار لي شيء اكثر من اسبوع حاسه بالعوارض، بس كنت خايفه اعمل تست واشوف حالي اذا حامل ولا لا، لانه بتذكر مره من فتره كنت عم بتوهم اني حامل او حاسه بالعوارض. فلما عملت التست طلعت مش حامل، فكتير اتضايقت بالموضوع. قلت خليني هالمره طول شوي، معلش خليني هيك اخذ شوي وقت. فاليوم عملت التست وعم بستنى هلا النتيجه. هلا بتكون اكيد طلعت النتيجه، وقاعده عم بحكي معكم، يعني لازم، يعني ما بعرف كتير 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 خايفه، كتير متحمسه بعد 5 سنين زواج، انه ان شاء الله يا رب هيك الله يرزقنا بطفل يكون صحي وسليم. ما بعرف شو بدي احكي لكم، عن جد الله يرزق كل ام محتاجه طفل يا رب هيك. يعني اوكي، كنت متوتره كتير، حتى ما عم بعرف شو احكي، ما عم بعرف كيف. اوكي خليني اشوف النتيجه. شوفوا قلبتها. يلا ما بدي يزن يحس علي. يا جماعة اعطاني بوزيتيف ومكتوب انه يعني مكتوب 3 وحديها بلس، يعني صار لي اكثر من 3 اسابيع حامل. انه الحلو فيه انه ببين لكم انه قد صار لكم، قد صار لك حامل. فانا صار لي اكثر من 3 اسابيع حامل. ما بعرف لازم أسكر، بدي أخبر يزن. كيف بدي أخلق لكم إنه يا جماعة بعد كم يوم عيد زواجنا، فأنا رح أحاول أخبي ليجي هاليوم، لأنه بعد كم يوم، يعني بس كم يوم رح ضلني مخبية الموضوع وأهديه بذكرى زواجنا إنه أنا حامل. يعني ما بعرف كيف رح ضلني هيك ساكتة طول هالوقت، بس بس رح ضلني ساكتة. مثل ما انتم شايفيني كتير موترة، حتى عم برجف، مش عارفة شو احكي، مش عارفة شو اعبر. خلص باي يا جماعة. هاي كيفكن؟ اليوم عيد زواجنا، فقررت اليوم افاجئه انه انا حامل. طبعا يزن ما بعرف وين اختفى، وين راح، يمكن يشتري بطاقة كارت للباركينج. فأنا الصراحة كتير متحمسة. هلأ ما بعرف لوين رايحين، ما بعرف وين ماخدني، فرح احكي له يعني بالمكان يلي حنكون فيه، تمام؟ مش حخبره يعني هون او بالبيت او بالسيارة او شي، تمام؟ متحمسة كتير وخايفة كتير بنفس الوقت. ما بتتخيلوا قديه صعب تحملي. ما عاد قادرة، طايقة، يعني مش قادرة يعني. خلص برجع بخبركم هيك تفاصيل بعدين، يعني مش ضروري. شو عم خبركم انا؟ انسوا. يلا خلينا نروح. صباح الخير. صباح الخير. تقصيد غصن ويزن. يا جماعة غصن عم تتمصر علي، كيف ما بعرف اقطع تيكت، بس مش عارف اي وحدة بدي اختار. غصن شو طلعنا؟ شو ها؟ انت شايف في شيء رعب على فكرة؟ ها؟ لا شو رعب؟ عن جد حيكون شيء برعب. شوف انت طلعي، شوف استنى شوفي كيف، شوفوا كيف. فوق، شوفي فوق. ما بعرف، هلا بنشوف. طالعك على مين يعني؟
هلا قد ايه بده ليمشي؟ بعد دقيقتين بس. هو ما بيحس انه بتحس حالك رح توقع؟ مو ما بعرف والله يا بس. صح؟ هاي اول مره بجربها انا بصراحه عن جد. هلا لانه رح يكون كثير الطريق هيك لفوق طلوع. شو عم بيصير اظن؟ شو عم بيصير؟ سكر يعني شو رح يصير؟ ما بعرف كيف رح يكون. رح تكون متمسكه هيك ولا كيف؟ ما بتوقع انه لا ما بتحسي. شفتي؟ ما بتحس انه نازل هيك لتحت؟ انه بعدنا هيك نفس المستوى. كيف هيك عاملينها؟ لن فرجيكم يا بدي جماعه. ضلني واقفه هيك انا يمكن مثل الطياره. صرت طياره. شوف المناظر يا جماعه. شو حلو. بجنن فكرة بجنن. لك وين نحن؟ شو منظر خيال. بس ما بيخوف ابدا. لا انا فكرت غير هيك. انتوا شوفوا يا جماعه كيف. اوه لك وين نحن؟ غصن. شو كان شعورك؟ حلو بس قصير بس انه شوف المكان مجمله. المكان روعة. حلو كثير المكان يا جماعة نحن فلين. صراحة بدي أفاجئه بعدني ما فاجأت يا زلمة. بعدني لهلأ متوترة وخايفة وأنا حاسة حالي بدي استفرغ والله العظيم. المهم يمكن أفاجئه نطلع بهذا التلفريك. حقله لأنه خلص كان معنا حدا بالتلفريك ما حبيت، فإن شاء الله نكون لحالنا. أنا أقدر خبره إنه خلص يعني طولت كتير. سويتها. أنا عندي موعد عند الدكتور كمان إنه بعد بكرة، فإنه لازم أخبره مشان لأنه بدي لازم يروح معي وهيك لنشوف كيف وضع البيبي، كيف صحة البيبي وهيك وبس. حدو ما إجا يا زلمة. على فكرة كتير برداني يا جماعة. نحن هلا طالعين رايحين نرجع بهيدا. يلا بعد في غير دقيقة واحدة بس. يلا لازم نحط الكرت هيك. تخيل تنزل لحالك. قال يلا ياي حنكون لحالنا. لحالنا. هاي بيبي مرحبا. انا أهلين. بتصوري على الكاميرا انت؟ ايه. طب خبريني. طيب رح يبان فيغت جلايش أب، يعني رح يمشي بعد شوي. جاهز؟ لحالنا نحن هالمرة لحالنا. ها سكر. عم صور بصم. عم صور المشهد ما صار. انت ليش حطيتي هيك كرت كود؟ بدي اياه؟ بدنا نفتح هلا في المكان. تعال شوف المنظر بس. واو عن جد روعة. ناوي تجيب ابنك لهون؟ ابن شو؟ ابنك او بنتك على هالمكان الرائع الجميل. ناوي تجيبه ولا لا؟ طبعا ناوي اجيب. بس الله هيك يرزقني بولد طبعا ناوي اجيب. بس عن جد منظر رائع. واذا قلت لك شيء؟ انا حامل. لا عن جد عم بحكي. انا خلص هلا بدون ما يعدك. شو عم تحكي؟ انا حامل. كذابة والله كذابة. والله لا والله هالمرة مو مزح. هالمرة مو مزح. عم بقول لك انا حامل. انا كيف مو مزح؟ والله عم تحكي جد؟ انا حامل يا زلمة. اصحك تكون عم تعمل فيي مقلب. اصحك ها؟ المشكلة انه انا حامل وما جبت معي تست الحمل. انا حامل. والله عم تحكي حامل. اخ يا زلمة. انا حامل. مشان هيك بدك تستفرغي. جد بس هلا؟ عن جد عم بحكي والله العظيم. ممنوع تقومي، ممنوع تعملي هيك شيء. ممنوع تطلعني مشوار. شو يا زلمة؟ شو حبيبي؟ وصلنا. احلى هدية. شو رأيك بهدية عيد زواجنا؟ هاي عيد زواجنا الخامس.
عيد زواجنا الخامس. يعني صراحة أنا جد ما توقعت إني أفاجئه هيك، إنه يمكن بعد بعتقد 3 أسابيع. الله حيو، السنة الجاية رح نعيد معه ابننا. إيه هلا هي ردة فعلك بديش. شو يخبر شكلك؟ اوكي اليوم بدي اروح اشتري التخت وبدي اروح اشتري لا لسه بكير استعجل بنجيب لك يا جماعة. طلع فيه بيجي من رب العالمين يا محلى. اسمع طلع فيه طلع فيه. اليوم الجمعة، بكره السبت، بعد بكره الاحد، نهار التنين موعدي عند الدكتوره، يعني رح نروح نشوف البيبي سوا. ما في بصير بي انا.